السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا ريت بقى اللي بيبدأ معايا الفيديو ما ينساش الاشتراك عندي في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس أمرا، وما تنسوش البصمة الحلوة الجميلة بتاعتكم. هعمل النهاردة بقى معاكم صينية هريسة جامدة جدا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفين بقى جمالها؟ تبارك الله. جميلة جميلة بجد، دايبة دوب كده. انا مقطعاها وهي سخنة لسه، يعني طالعة من الفرن، يا دوب شربتها الشربات بتاعها وقطعتها على طول، ما صبرتش عليها حتى ولا 10 دقايق، عشان كده دايبة كده ما شاء الله عليها. انا بحب اكلها سخنة بصراحة. تبارك الله. علوها علوها البصمة لا تنسوها. هبتدي بقى الاول هعمل الشربات. هجيب كوبايتين سكر وعليهم برضو كوبايتين مية، اول كوباية مية احط لهم كمان كوباية مية. هرفعهم بقى على النار واسيبهم يعني 10 دقايق كده، واكون مهديه النار خالص. هحط لهم كمان معلقه سمنه كبيره، وحطيت لهم كمان معلقه كبيره عسل جلوكوز، بيفرق جدا فيها ما شاء الله. ممكن نستبدلها بمعلقه شربات تقيل او عسل ابيض. هحط لهم كمان عصره ليمونه، يعني 3 4 نقط كده. جبت بقى هنا بولة هحط فيها السميد والدقيق، وهحط كمان النشا والبشر. سميد ودقيق ونشا وبشر. 4 كوب سميد وواحدة كوب دقيق وكوباية نشا على بشر. لو مش حابين النشا بلاش النشا، بس انا بحب النشا في البسبوسة وبحبها في الهريسة كمان، بتخليها طرية وجميلة. 4 سميد، كوباية دقيق، كوباية بشر على نشا. هحط لهم كمان تذكرة فانيليا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
وهحط لهم كمان كوبايتين سكر، والسكر حسب الرغبة طبعا. اللي حابب يقلل السكر ممكن نقلل السكر، يعني بدل كوبايتين ممكن تحط كوباية سكر. بس الحلواني طبعا بيزود سكر جدا جدا، وكلنا عارفين بتبقى الهريسة سايحة كده وكلها عسل. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. احط لهم بقى كوبايه سمنه برضو بنفس معيار السميد والدقيق، نفس المعيار. حطيت كوبايه سمنه، هقبسهم فيها برضو، اشربهم كل المواد الجافه، اشربهم بالسمنه بنفس الطريقه دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. معي هنا بقى كوباية عسل أو شربات تقيل، ومعي هنا كوباية إلا ربع لبن، كوباية إلا ربع عسل وكوباية إلا ربع لبن. هقلبهم بقى كويس. هشربهم بيها، بس يعني عايزاها تكون زي الرملة المبلولة كده، وما نعجنهاش، عشان كل ما نعجن فيها او نقلبها اكتر من كده هتنشف مننا وتمسك في بعضها كمان. لكن كده يدوب نقلب العسل واللبن عليها كده. انا ما حطيتش كل كمية اللبن كمان، حطيت نص الكوباية بس. تبقى بالطريقة كده يدوب تمسك نفسها. جبت بقى هنا صينية، احط فيها معلقة سمنة وهمسحها بيها. عايزين نستبدل السمنة بالزيت، كله بينفع وكله ماشي وكله حلو وجميل. احط بقى فيها الهريسة، يا ريت بقى اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش الاشتراك عندي في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس امرا. علوها علوها، البصمة لا تنسوها، رجاء يعني ما ننساش اللايك او البصمة او الاعجاب، مش هنتكهرب وربنا ولا يحصل لنا حاجة خالص، بالعكس. اللايك مش بفلوس، ده ببلاش والله.
ممكن نسويها بايدينا اسرع. انا استخدمت المقطع ده واستخدمت البتاعة التانية ديت وتعبتني بصراحة. المقطع كان اسهل بكتير كمان. هحددها بقى كده ايه عشان لما تطلع في الفرن تبقى سهلة في التقطيع. انا مولعة الفرن بقاله اكتر من ربع ساعة، يعني داخلة في تلت ساعة كده. هحطها احمرها من تحت وبعد كده احمرها من فوق. ما خدتش معايا تلت ساعة في الفرن. انا الشربات خلص وطفيت عليه، وكمان الهريسة خلصت. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هعيد تقطيعها تاني قبل ما اشربها الشربات بتاعها. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جميلة جدا وربنا ما شاء الله، وطعمها كان جميل جدا. ممكن بقى نزينها بأي حاجة عندك، مكسرات، ممكن تحط لها بشر، ممكن تحط لها أي حاجة عشان يكون منظرها حلو كده والولاد يتفتح نفسهم وياكلوها. يا ريت بقى اللي نسي البصمة وهو داخل يسمع الفيديو يحطها وهو خارج بعد ما خلص الفيديو. وما تنسوش عندي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، فضلا وليس أمرا. اتفضلوا معانا بقى أحلى صينية هريسة. تبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.